مساء الخير. خسارة متوقعة ومعتادة للنادي الأهلي أمام صن داونز، مباراة تشبه كثيرا مباراة 2019 الخماسية الشهيرة. الفرق الوحيد أن الأهلي المرة دي سجل هدفين، لكن في الحقيقة المباراة ما فيهاش حاجة كتير تتكلم، لأن اللي ما كانش شايف أن المباراة متوقعة الهزيمة يبقى عنده مشكلة. من بداية الموسم انت عندك مشكلة في خط الدفاع، انت لم ترمم خط الدفاع على مستوى الموسم باستثناء محمد عبد المنعم، وهنقف نتكلم عنده شوية، ولكن انت بقالك 4-5 سنين ما عملتش حاجة في خط الدفاع خالص. بتلاقي خط دفاعك هو محمد هاني ما بيتغيرش، بيجي عليه اكرم توفيق، بيتصاب اكرم وبتتصاب كل الناس ما عدا محمد هاني، يعني ربنا يسلم الجميع من الاصابة، ولكن ما عندكش اي تغييرات في خط الدفاع ولا حراسة المرمى، ما جيتش جنبهم تقريبا، وبالتالي انهيار متوقع، انهيار عظيم وانهيار مفيد. انت لو ما شفتش ده تبقى عندك مشكلة. متوقع متوقع، نفس اجواء مباراة النهارده بتاعت صن داونز اللي خلصت من ثواني او من دقايق، هي نفسها اجواء مباراة 2019. بداية من مدرب غير واقعي. انا مقتنع جدا بمستر كولر كمدرب، ولكن هو عنده عدم واقعيه في حاجات، ده طبعا نتيجه ان هو ما يعرفش افريقيا عامله ازاي، ودي مشكله ان انت بتجيب مدرب من بره. فمستر كولر عمل اللي عمله لاسارتي في مباراه الخمسه، نزل فاتح الملعب مش قافله. هتقولي بيلعب 4-3-3، الثلاثه اللي في وسط الملعب مش الثلاثه بتوع ان انت تقفل الملعب. ده الكندوسي ده دوره، ديانج تايه، معرفش الراجل الافريقي اللي احنا جايبينه فالمفروض متعود على الاجواء دي يعني، وعادي بيتوه فيها. وحمدي فتحي لا حول الله ولا قوه النهارده، مش عارف يلاحق على مين ولا مين. في غياب مروان عطيه اللي هو اكتر لعيب عندك في وسط الملعب، محقق نسب جري واستحواذ ومجهود في المباريات اللي فاتت، انت مقعده النهارده ما لعبتوش حتى في التغييرات. كنت اعتقد ان البدايه بمروان عطيه وديانج ومعاهم حمدي فتحي كانت هتبقى احسن على الاقل الشوط الاولاني، تجنبا للكارثه اللي حصلت النهارده. لكن ده ما حصلش. اللي حصل ان انت لعبت بكندوسي ولعبت بديانج وحمدي فتحي، والثلاثي مفيش بينهم لينك، مفيش بينهم كونكت، والثلاثه مش قادرين. في اجهاد، في درجه حراره عاليه، بتلعب على ملعب مش عارف مرتفع قد ايه، في جماهير قد كذا، كلها اسباب معروفه، عندك اصابات وعندك غيابات، تمام. ولكن ما هي المقوله بتاعت الاهلي بمن حضر هي الاهلي بمن حضر في اي مباراه، صح كده؟ عبقريه المدرب بتيجي من ان انا ببقى فاهم الفريق اللي قدامي هيعمل ايه واحاول افسد هذا العمل. صن داونز على ملعبه بيلعب كوره سريعه جدا، كوره منطلقه، بيلعبوا كوره على الارض، عندهم سرعه. هو عارف ان انت مش هتجاريه في حته درجه الحراره والتوقيت بتاع الماتش والكلام ده، وبالتالي البدايه كانت غلط. انا ما شفتش اول 5 دقايق اللي جه فيهم جون صن داونز الاولاني، ولكن الانهيار بادئ بدري. المشكله عندك ان اللعيبه على مستوى حتى الوقوف، ان انا هقف كده مش هعمل حاجه، مش هجري، مش عارف، هو مش عارف يقف فين، مش ملاحق، لان اللعيبه الثانيه عندهم سرعه، عندهم مرونه، عندهم رشاقه، بيلاقوا بعض بسرعه جدا، انت بتفقد الكوره بكل سهوله بكل سهوله. في المباريات اللي زي دي لو انا مدرب للنادي الاهلي هقفل الشوط الاولاني تماما، هقفله، هلعب ب4 في وسط الملعب، مش عايز راس حربه بيروح ويعمل ويجري، هقفل دفاعاتي علشان اقلل المساحات اللي في ملعبي، فبالتالي اقفل على صن داونز، اجبره بقى يلعب كور طويله، اجبره بقى يعمل اي حاجه، لكن ما ادلوش المساحات اللي حصلت من بدايه المباراه لحد نهايتها. فده خطا مستر كولر، خطا في التشكيل اعتقد، يعني خطا في التكتيك. ده الخطا الثاني، عدم واقعيه، وده اللي عمله قبل كده لاسارتي ودفعنا ثمنه 5-0. النهارده دفعنا 5-2.
الاخطاء الثانيه بقى عند اللعيبه نفسها عندها حاله من الانهزاميه قبل بدايه المباراه، وكأن المباريات الخمسه دي معششه جوه اللعيبه، معششه جوه دماغها. انت نازل مهزوم اصلا. حجم الجماهير، طبعا احنا اتكلمنا في الجماهير قبل كده وقلت لحضراتكم عدم وجود جماهير بتملى الاستاد في مصر مشكله كبيره جدا، لانك انت لما بتطلع بره قدام الجماهير دي بقى بتبقى عندك حاله قلق. على الرغم من ان جمهور سان داونز جمهور اليف، يعني مش جمهور صعب، مش شمال افريقيا، ولكن هو في الاخر ضغط جماهيري. الحاجه الثانيه هتقول لي احنا مش متعودين نلعب الساعه 3 والساعه، لا انت لعبت الساعه 3 مع اسوان، ولعبت الساعه 3 ما اعرفش مع مين في القاهره، ولعبت الساعه 3 مع الهلال السوداني، يعني انت عندك التجربه. يبقى ايه المشكله؟ المشكله في الفريق ككل، الفريق كله دلوقتي من اول مجلس الاداره لحد عامل غرفه الملابس في مشكله. الاداره ما جددتش او ما عملتش الدعم اللي الراجل عايزه. الاداره لم تجدد خط الدفاع بتاع الاهلي بقى لها 3 4 سنين باستثناء محمد عبد المنعم. واصابات كتيره جدا مش عارفين ليه، اصابات غريبه. خالد عبد الفتاح بيتصاب في التمرين، اكرم توفيق بيتصاب في التمرين، محمود متولي بيتصاب، كريم فؤاد بيتصاب، حسين الشحات بيتصاب، عبد القادر بيتصاب، ديانج بيتصاب، السوليه بيتصاب، كله بيتصاب، كل لعيبه بتتصاب. فانت عندك مشكله هنا في اساسيات الفرقه، في الانشاء بتاع الفرقه. فانت رايح افريقيا لاعب كاس عالم للانديه، ورايح تلعب افريقيا مش قادر تكسب، مش واقف على رجليك. ده نتيجه طبيعيه، لان فرقه سان داونز معدل اعمارها صغير، بتلعب كوره سريعه قوي، العيال غير طبيعيه. وكان ناقص بس نشوف لاسارتي واقف على الخط وراه محمد يوسف، ما عملناش اي حاجه. حراسه مرمى الاهلي قلت لحضرتك قبل كده محمد الشناوي حارس مرمى كبير، ولكن لا توجد منافسه حقيقيه في هذا المركز، وبالتالي الشناوي دايما ضامن ان انا هلعب. حتى لو قعدت ماتش ولا ماتشين زي ما الاخوه بيقولوا، هقعد ماتش ولا ماتشين وبعدين علي لطفي هيلعب ولا مصطفى شوبير هيلعب، وهتلاقي في الاخر القصه فين؟ انهيار، فنرجع الشناوي تاني. مفيش منافسه في الباك الشمال، ولا حد يريح معلول، ولا في منافسه في الباك اليمين. تمام. هتقول لي خالد عبد الفتاح ما اعرفش الراجل ما هو مصاب، ما لعبش مصاب يعني عادي. تمام. والمنطقه بتاعت وسط الملعب فيها دربكه، فيها اسامي كتير، بس التركيبه بقى انت مش عارف مين، ديانج والسوليه، طب السوليه وفتحي، طب السوليه ومروان عطيه، طب السوليه وديانج ونحط قدامهم من قدو. في هنا مشكله، في هنا ازمه. زائد تدوير الفرقه اللي بيحصل كل شويه بعناصر كتير، ده مشكله كبيره. دي مشكله كبيره قوي. اللعيبه ما بتعرفش الادوار. خط الهجوم شويه نجيب بيرستاو فيرود، لا مش نافع. طب محمد شريف، لا مش قادر. طب شادي حسين، لا مش عايزينه خلاص. طب كهربا خد الجرعه الاولانيه من ساعه ما رجع من الايقاف، وبعدين شكرا، وبعدين اتصاب، وبعدين مفيش بقى. طاهر لا حياه لمن تنادي. طب عبد القادر لما بتحتاجه في ماتشات كبيره ما بتلاقيهوش. طيب نجيب مين؟ نعمل ايه؟ يعني نروح فين؟ فالمشكله هنا الفرقه كلها عندها مشاكل. فالهزيمه بخماسيه نتيجه متوقعه جدا. ده الحمد لله انه وقفت عند 5، يعني شد خط كده الحمد لله وقفت عند 5. تمام؟ سيبك بقى من اللي هيقعد يعمل لك الخمسه والكف ويشير لك صور. دي ناس انا قلت لك قبل كده، ناس اصلا عندها مشاكل نفسيه. يعني هو فرقته اصلا ما اعرفش ترتيبها كام في الجدول الدوري، وترتيبه كام في افريقيا، ويا دوب كسب ماتش حاسس ان هو يعني ايه، خد هوا. لكن مشوار كده الفريقين في افريقيا انتهى، سواء احنا ولا هم انتهى. الاهلي بنسبه 95% مشواره بقى صعب جدا، لانك انت المباراه الجايه وسجل بقى هيتعادل صن داونز والهلال، ما لم يكسب الهلال صن داونز هناك، وبالتالي انت بره. انت املك الوحيد ان صن داونز يكسب الهلال هناك، وصن داونز مش محتاج الماتش خلاص، هو صعب. تمام. فالهلال هيتعادل او يكسب، فانت بقيت خلاص الماتشين الجايين بتاع القطن هناك والهلال هنا تحصيل حاصل، فبالتالي خلاص خلص الفيلم. يعني مش عيب وبتحصل وفي كل الفرق، بس المشكله ان انت كنت بادئ من الاول بطموح جامد قوي، ومفهم الناس ان انا عندي السكواد اللي هيقدر ياخد افريقيا ويعوض اللي حصل فينا السنه اللي فاتت والكلام ده مش حقيقي. ده مش حقيقي خالص. اختيارات لعيبه غلط من اول اللجنه اللي ما اعرفش اسمها ايه بتاعت الاهلي دي اللي بيجيبوا اللعيبه. الاختيارات في الملعب غلط، الاصابات كتير واجهزه طبيه غلط، حاجات كتير مش عايزين نقعد نتكلم. فنيات مفيش فنيات، مفيش اي حاجه. اللعيبه الواد في الجون الثالث استلم وراح وجري ورقص وعدل ومحدش دخل عليه. جون الخامس ده يعني الواد من نص الملعب عاملها في ظهر عبد المنعم، انا ما اعرفش اللي كان معاه راح فين. يعني الطرف الثاني اللي كان معاه اللي هو رامي راح فين؟ طب معلول راح فين؟
طب الشوطه اللي جت في محمد الشناوي اللي من 31 متر ب 100 سرعتها 110 كيلو متر في الساعه دي، في الزاويه اللي واقف فيها الشناوي، انت ما شفتهاش ولا انت ما توقعتهاش ولا انت واخد على اللي بيحصل في الدوري المصري ان اللعيب بيشوط شوطه تشهيده في المدرجات ولا جنب الجون ولا في ايدك؟ حاجات كتيره قوي، حاجات كتيره قوي. فهي مش مقدره للاهلي لاسباب كتير، لا فنيا في انصاف ان انت تكسب ولا حتى تتعادل ولا حتى تعمل اي حاجه. انت جايب جونين بالمجهود اللي هو ايه يعني كده. الحمد لله الشريف جات له من لمسه حطها، والثانيه بيرسي تاو حطها، وبعدين بقى سوء حظ بتيجي في العارضه، عبد القادر بتيجي قدام رجله ما يلحقهاش، كهربا بدل ما يحطها بيوقفها. يعني في قصص كتير. لكن والله المشكله مش عند كولر بنسبه 100%، لان الراجل عامل شكل للاهلي هو مش واقعي. ده طبيعي جدا، لان هو ما يعرفش ان في ماتشات لازم اروح اتكالح فيها، ابقى كالح كده واقفل الملعب ولعبتك كمان طريه، ما اعرفش في ايه، بتعمل الفاول كده. يعني في لحظه في الدقيقه، لقطه في الدقيقه 47 من بدايه الشوط الثاني اللي هي بعد مثلا 3 دقايق من الشوط الثاني، محمد هاني الكاميرا جايه عليه، الواد مش قادر يمشي وتعبان. انهزام غير طبيعي، انهزام بدري. بالاضافه ان انت ضيعت ماتش القاهره هنا من ايدك، انت كنت كسبان 2-1 برضه ما عرفتش تقفل الماتش ودفعت ثمن الاندفاع. ومحدش بيقول للناس دي التاريخ عامل ازاي، اللي حصل في ماتش الاسارتي ايه ولا اللي حصل النهارده ايه. طبعا هي صدمه وحرق الدم، ومنهم لله يعني حرقوا دم الجماهير، والجماهير هي اللي بتشيل وبتحاسب على المشاريب دي، وبتقعد بقى ايه اللي مخنوق واللي متضايق واللي مصدع واللي مستحمل سخافه تحفيل وما اعرفش مين بيتكلم في ايه، ما اعرفش على خيبه ايه. بس في الاخر محدش بيدفع الثمن، ومحدش يقول لي رئيس النادي لازم مش عارف يرحل والكلمتين دول علشان احنا مش كده والاهلي مش كده وطبيعتنا مش كده. بطوله وخسرتها مع السلامه، فكر في اللي جاي، بس فكر فيه صح. يعني فكر بقى فيه صح. يعني انا ديانج النهارده للدقيقه 90 انا شايف ديانج مش موجود في الملعب. ما عادوا ليه؟ مش ماتش القندوسي خالص على فكره خالص، ومش ماتش ان انت ادي طاهر فاقول له يا طاهر بص افتح لقدام، لا طاهر العب من تحت عشان انت عندك معلول بيتضرب، فالعب من تحت. بيرسي تاو هو احسن الوحشين، يعني الراجل جاب جون، عمل حاجات، يمكن طبعا هو واخد على الاجواء ودي فرقته فكان عنده شويه ما عندوش رهبه الراجل، ولكن في النهايه الكواليتي مش حلو، الكواليتي عندك مش حلو، فده خطا كبير. يعني خط الدفاع بقى شيل ياسر رامي ما فرقتش. الخلاصه عشان ما نوجعش قلبنا، انا قلت اللايف اللي فات ما تستناش ماتش صن داونز لانك انت هتتغلب، ده كان متوقع، انا قايل كده في اللايف اللي فات، وبقول لك مش هتصعد وهتفنش ثالث، هتكسب القطن هناك، ويمكن كمان ما تكسبش القطن هناك بالشكل ده. القطن برضه هيلعبك الظهر، خلي بقى، ما خلاص هم عرفوا الليله بقى، تعالى لعبك الظهر الساعه 3 في الاجواء الافريقيه، انت ما بقاش ليك لازمه ساعتها. تمام، دي مشكله كبيره. الحاجه الثانيه، الاداره لازم تفكر ازاي تدعم الراجل ده وتعمل عليه مشروع. انا ضد فكره والنبي نمشي كولر وهات لنا بقى واحد مدرب مش عارف كابتن مين ونرجع مش عارف، ولا شيل سامي قمصان هات لنا مش عارف ايه. يا جماعه الراجل كمدرب المعادله لعيب ومدرب، المدرب بيعمل اللي عليه، اللعيب مش قادر يعمل اللي عليه، مش قادر، يبقى ما فيش كسوف هنا، اللعيبه اللي انا مش محتاجها مع السلامه. خلي بالك الاهلي ما عندوش محترفين فارقين معاه، يعني ديانج شويه فوق وخمسه تحت، بيرسي تاو شويه ويتصاب ويقعد. مين عندك محترف تاني؟ معلول خلص، انا قلت لكم من سنتين لازم كنت تجيب باك شمال قوي مع معلول يريحه. ما ينفعش معلول يلعب 90 دقيقه قدام مش عارف ايه ويرجع يلعب شوط تاني قدام المقاولين، وتلعبوا 90 دقيقه النهارده وهتجيبوا الماتش اللي جاي بتاع الدوري يلعب، وبعدين تجيبوا القطن وبعدين الهلال هنا. ما فيش يا جماعه، السن ليه احكام، والمركز ده مش ما بقاش يقدر يدي معلول فيه قوي، واللي تحتيه سواء محمد اشرف انت مش واثق فيه وشايفه مش قادر، ورافت خليل لسه صغير، فانت كان لازم حد هنا تقيل. الفرقه اللي عايزه تاخد بطوله بيبقى عندها دايما سكواد بره زي جوه، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، لكن ده مش حاصل في الاهلي، وبالتالي حصلت الكارثه بتاعت النهارده، ولكنها كارثه وصدمه يمكن تفوق المسؤولين عن ملف الكوره في الاهلي، ويمكن تفوق اللعيبه نفسها اللي عارفه ان الجمهور مش مستحمل نفسه ومش هيستحمل خسائر تاني سواء دوري ولا كاس ولا افريقيا. تمام، لازم تتعود بحاجه، لانك انت خارج من موسم كارثي السنه اللي فاتت، فما تدخلش كمان في الموسم ده كارثي، تبقى مشكله. مش شايف ان حصل يعني شكل في الشوط الثاني غير ان صن داونز ريح اول ربع ساعه فاوهمك ان انت تقدر، فانت جبت جون هو رد عليك ب3، الموضوع خلصان. فما فيهوش حاجه تتكلم فيها فنيه، انت فشلت انك انت حتى على مستوى اللعيبه اللي عندها خبره انها تقفل
وتقف وتبقى عارفه بتعمل ايه. اللعيبه اللي عاشت تجربه الخمسه بتاعت لاسارتي واللي منهم عاشوا النهارده شناوي وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمد هاني وعمرو السوليه ومحمد شريف على ما اتذكر، يعني مش فاكر قوي الصراحه، دول كانوا غالبا في الملعب ساعتها، وحمدي فتحي كمان. ومع ذلك هم فشلوا ان هم ينقلوا الصوره للعيبه، بالاضافه ان الكلام اللي قاله الشناوي امبارح ما عجبنيش، بتاع هم عارفين بيلعبونا امتى وجايبيننا في ملعب ما بيلعبوش فيه والساعه 3 عشان احنا مش عارف ايه. الروح الانهزاميه وان انت تدي انطباع ان انت رايح عارف ان انت خسران بتكون دي نتيجتها. خلي بالك ان صن داونز انت ما نجحتش تعمل معاه نتيجه ايجابيه الا مع مانويل جوزيه في 2001 وتعادلت معاه 1-1 هناك، تمام؟ ومع فايلر اتعادلت معاه 1-1 هناك. مع موسيماني اتعادلت 0-0 على او 1-1 برضه على ما اتذكر، 1-1 تقريبا، يعني مش متذكر قوي. ولكن مع موسيماني هو كسبك هنا السنه اللي فاتت رايح جاي، خدك في جنوب افريقيا وخدك في القاهره، تمام؟ انت كسبته مع فايلر بس لما كان مدربه موسيماني. لما كان مدربه موسيماني انت كسبته هنا وطلعته بعد ما اتعادلت معاه هناك في الماتش الاولاني. لكن النهارده انت فشلت حتى مع كولر ولاسارتي واي حد موسيماني السنه اللي فاتت، فانت فشلت، وبالتالي طبيعي جدا اللي حصل النهارده، شيء طبيعي متوقع وكان متشاف يعني. ربنا يستر بس على اللي جاي بقى على الدوري، ما ده ما يلضمش في ده وتلاقي اللعيبه بتنهار في الدوري، والقصه اللي حصلت في 2019 و20 و21 ونخسر الدوري سنتين ورا بعض يبقوا 3. انت مش مستحمل ده. الاداره عليها انها تشوف اللعيب اللي مش نافع او مش قادر توجه له الشكر وشكرا شرفتنا، واللعيب اللي يجي الاهلي يبقى على مستوى لعيب سنه صغير، لعيب عنده طموح، لعيب عنده قدره، زي مروان عطيه كده. انا ما اعرفش الراجل ده ما لعبش النهارده ليه، ما اعرفش. طبعا الماتش الجاي بقى هتلاقي خالد عبد الفتاح في الملعب، وهتلاقي بقى مش عارف مريح مين ومعاقب مين و الحاجه الثانيه ماشي، انت هتمشي اللعيبه، ما ده طبيعي، بس هو في الاخر سامي قمصان لا يملك من امره شيء، القرار قرار كولر. نفس الكلام ده قاله يوسف على محمد يوسف على لاسارتي، قال لك انا قلت له نقفل، الراجل قال لك ما لا مش هقفل. اللي نجح انه يقفل مع الفرقه دي كان فايلر، وقفل معاهم وتقدم عليهم بجول، وبعدين عذبهم لحد ما تعادلوا، تمام؟ الماتش اللي احمد فتحي راح سقف فيه للجماهير، وبعديها رجع هنا في القاهره كسب. موسيماني عمل بعديه نفس القصه، لان هو كان دقها من فايلر، فراح رايح هناك مقفل عليهم، جبنا جون ياسر ابراهيم تقريبا مش فاكر ولا مين، وتعادلوا معانا، وجيت هنا كسبتهم وخلصت الماتش وخلصت خلاص شكرا وخرجتهم. دي الطريقه الوحيده انك تلعب فرقه زي دي، لكن تفتح قدام الجمال دي ده عمليه صعبه جدا. بتلعب كور طويله على عمالقه يا راجل، يا راجل. بس الكلام ما بقاش ينفع، صفحه وبتقفلها بحلوها ومرها، واستحمل بقى سخافه اللي يقعد يحفل النهارده لحد ما يشوف هو يعمل ايه مع بولوزداد هناك ولا هيعمل ايه ما اعرفش فين، والكلام الكبير ده. انا بصراحه بتمنى يصعدوا ويقابلوا صن داونز يلا بالمره عشان نبقى خلصنا. ولكن اللي مش شايف ان الكوره عامه في كارثه في مصر، دي مشكله كبيره جدا، انك انت بتفشل بره ارضك. خد بالك انت بتفشل بره ارضك، ترجع تاني تفشل بره ارضك. في رقم اتقال النهارده مريب، قال لك الاهلي كسب خارج ارضه 12 مباراه بس في تاريخه في الدوري، متخيل؟ في تاريخه في الدوري 12 مباراه بس. فالموضوع بقى سخيف وبقى رخم وبقى مقلق ومحزن. اللي مش شايف ده يبقى عنده مشاكل. على الجميع ان يعتذر لجماهير النادي الاهلي. كل الاداره بقى باللعيبه بيلي اعتذروا لجماهير النادي الاهلي. الباقي خلاص انت مش هتعرف تمشي حد دلوقتي، فاضل في الموسم 4 شهور 4 شهور تقريبا، يخلص شهر 7 ولا 8، يعني بتتكلم في 5 شهور. بعدها بنرجع نشوف مين اللي ينفع ومين اللي ما ينفعش ومين اللي يجي ومين اللي ما يمشيش. لكن انا ضد ان انا اقوم النهارده امشي المدرب بروح اجيب مدرب تاني. الموضوع في افريقيا انتهى خلاص، خلص، اركنه على جنب. خد بقى اللي جاي بعديه، خد بقى اللي جاي بعديه، الدوري والكاس ومش عارف ايه والكلام الكبير ده، تمام؟ هارد لك للاهلاويه ومعلش يعني اتحسنا شويه، جبنا جونين على الاقل في صن داونز هناك، ولكن زي ما قلت في البدايه هي نتيجه متوقعه ونتيجه بقينا معتادين عليها، وكأن الملعب ده اتعمل لنا فيه عمل. وكويس ان الاهلي عين دكتور نفساني، بس مش عارف مين محتاج الدكتور النفساني، الجماهير ولا اللعيبه، انا مش عارف والله، بس ما علينا، او الاداره ربما، مش عارف يعني، بس ما علينا. خلينا نشوف اللي جاي يعمل ايه. هارد لك مره ثانيه للنادي الاهلي، مبروك لجماهير نادي الزمالك، جالهم فرحه تسعدهم النهارده يقدروا يقعدوا عليها شويه. والعزاء لكل الاهلاويه اللي كانوا النهارده عندهم امل وطموح ان انت على الاقل تخرج راجل بلعيبه رجاله وتتعادل، ولكن او تكسب، لكن في النهايه خساره 5-2، خساره مستحقه، وصن داونز عمل اللي هو عايزه
وللاسف الاهلي خارج افريقيا بنسبه تقريبا تفوق 95%. ورانا الله بقى اهلاويه، ونشوف ان شاء الله اللي جاي احسن. ومعلش لابس اسود في اسود عشان الاحداث، معلش. يلا مش مهم، يلا خير ان شاء الله. دمتم سالمين، اشوفكم على خير.